هنبدأ فيلمنا مع شاب اسمه إيريك لوف، وهو بيترحل من سجن الأحداث لسجن البالغين بعد ما كمل 19 سنة. وبيكون إيريك بيحاول يتأقلم مع حياته في السجن، وهو خارج من الأوضة بتاعته بيشوف المسجون اللي موجود في الزنزانة اللي قصاده، طلب منه ولعها بس بيرفض يديها له. وبعد كده بينزل لمطعم السجن وبيحصل خناقة ما بينه وما بين اللي واقف على الشباك، وبيديله رقم أوضته علشان لو عاوز يجيله ويواجهه راجل لراجل. بس إيريك بيقول له على رقم أوضته كمان، وهو مش خايف منه. بس الحرس بيدخلوا وبيحلوا الموقف وهم في الاستراحة. يلاحظ إيريك إن الشخص اللي كان هيتخانق معاه بيتاجر في المخدرات. بس قبل ما يروح له بيجيله واحد وبيبان عليه إنه كبير في السجن، وبينصح إيريك إنه يبعد عن المشاكل. وبيطلع إيريك أوضته وبينام، وبيجيله اللي كان طالب منه الولاعة علشان يديها له كدليل محبة. بس إيريك لما بيصحى بيضربه لأنه كان فاكر إن واحد جاي يتهجم عليه. بس لما بيشوف الولاعة في إيده بيفتكره وبيعرف إنه غلط في حقه، وبيشيله وبينزل بيه للحراس علشان يلحقوه. بس هم مش بيرضوا يساعدوه وعايزين يمسكوه علشان فاكرينهم اتخانقوا. فبيجري إيريك على أوضته وبيدهن نفسه زيت علشان ما يتمسكش، وبيكسر الكرسي وبيكون مستعد للحراس لما يروحوا له. وأول ما بيدخلوا عليه الأوضة مش بيعرفوا يمسكوه علشان دهن نفسه بالزيت. وبيبدأ إيريك إنه يضربهم واحد واحد لحد ما بيمسك حديدة وبيهددهم إنه هيقتل الحارس. بس لما بيجي كبير الحرس بيضحك إيريك وبيشرح له اللي حصل، وبعدين بيسيب الحارس وبيسلم نفسه. فبياخدوه الحراس وبيعاملوه بطريقة عنيفة. بس إيريك بيهرب منهم وبيدخل أوضة تانية وبيسيطر على واحد من الحراس. وهنا بيظهر جون، واللي بيكون عضو من منظمة حقوق الإنسان، وإنه كان في الأوضة علشان يعمل جلسات للمساجين اللي سلوكهم عنيف. وبيهدد الحراس إنه لو حد ضرب إيريك هيشهد عليهم في المحكمة ضد رئيسة السجن. وبيروح لإيريك وبيهديه وبياخده معاه السجن الانفرادي، وبيطلب منهم يفكوا له الكلبشات. وبيتكلم في اللاسلكي مع رئيسة السجن علشان تيجي بسرعة. وبيفضل إيريك يضحك على اللي حصل وإنه ما كانش متصور إن كل ده هيحصل. ولما بتيجي رئيسة السجن بيتكلم معاها جون، وبيقول لها إن إيريك كان في حالة هياج وإنه لازم يتعزل، وبيطلب منها إنه يكون المراقب بتاعه علشان يحسن سلوكه. بس رئيس الحراس سام بيعترض علشان إيريك ضرب 2 من الحراس ولازم يتعاقب. فبيروحوا كلهم يتكلموا في الموضوع ده، وبيشرح لهم جون إن اللي عمله إيريك ده علشان يثبت قوته قدام بقية المساجين ومحدش يقرب منه، خصوصا إن عنده 19 سنة. وبيطلب من رئيسة السجن إنها تخليه يحضر مع بقية المساجين جلسات العلاج. بس رئيسة السجن بتطلب إنها تقابله قبل ما تقرر. ولما بيجي بتقوله على اقتراح جون وإنه لو رفض هيدخل السجن الانفرادي طول مدة عقوبته. بس بتتفاجئ من رده، واللي بيكون إن لو كل الناس اتعاملت بطريقة حلوة وبعدوا عن المشاكل السجون هتتقفل وهم مش هيلاقوا شغل، وإنه بيعمل كده علشان يخليهم يشتغلوا. وسط الكلام بيتكلم بطريقة وحشة مع الحارس اللي معاه، فبياخدوه ويودوه زنزانة. وبتكون الرئيسة هتخليه في السجن الانفرادي على طول. بس بيقنعها سامي إنهم ينفذوا فكرة جون ويحضر جلسات العلاج، بس لو عمل مشكلة هيدخل الحبس الانفرادي ومش هيخرج منه. وبيتفقوا كلهم على كده. وتاني يوم بيكون بين المسجون اللي اتكلم مع إيريك بيكون بيتكلم مع الرئيس بتاعه واللي اسمه باولو، وبيحذره إنه يخلي باله على ابنه علشان كده هيكون في خطر على شغلهم. وبيروح بين يتكلم مع إيريك وبيطلع إنه أبوه، وبيقول له إنه لازم يسمع الكلام ويحضر جلسات العلاج علشان يطلع من نص المدة، وإنه يبعد عن المشاكل علشان الحراس ممكن تقتله لو عمل حاجة تاني، وممكن يداروا ده ويطلعوه إنه انتحر. ولما بيمشي بيطلع إيريك من أوضته وبيروح على أوضة الراجل الضخم اللي اتخانق معاه في المطعم، وبيبوظها له وبيسرق منه ولعتين. وهو وراجع بيعدي على زميله اللي قدامه وبيديله ولاعة هدية وبيعتذر له. ولما الراجل الضخم بيدخل أوضته بيكون متعصب جدا، فبيروح لأوضة واحد مدمن معاهم في السجن وبيديه مخدرات كتير علشان يخلص له على إيريك وما يجيبوش سيرته في حاجة. في الوقت ده بيكون إيريك بيحضر مع جون جلسات العلاج، وبيطلع إيريك سيجارة علشان يشربها. فبيقول له جون إن التدخين ممنوع في الجلسة وإنهم بيشربوا في الاستراحة اللي بعد الجلسة. ولما بيرفض إيريك بيتفاجئ ببن أبوه قدامه وبيقول له إنه يسمع كلام جون. فبيوقفوا جون وبيطلعه بره. فبيخرج بن بعد ما بياخد السجاير من إيريك، وهو طالع بيقول للحارس يراقب ابنه. فبيروح له إيريك وهو متنرفز علشان فاكر إن هو اللي قال لأبوه، بس بيسيطر عليه جون وبيخلي الحراس توصله لأوضته. وبعد شوية بيهجموا عليه 3 وكانوا هيموتوه، بس في واحد بيحضر مع إيريك الجلسات بيشوفهم وهم هيموتوه، فبينزل يساعده وبيضربهم كلهم. وبعد كده بيروح إيريك علشان يشكر اللي ساعده، وبيتفاجئ لما بيعرف إن جون هو اللي طلب منهم إنه يساعدوه لو وقع في مشكلة. ولما بيعرف إن في ناس ساعدته من غير أي مقابل بقى ينزل معاهم الجلسات ويتكلم معاهم من قلبه، وبقوا يتخانقوا ويتصالحوا ويتمرنوا مع بعض. وبتبدأ حياة إيريك تتغير. بس لما بيعرف مين اللي وزع المدمنين علشان يخلصوا منه بيروح يجيب السلاح بتاعه وبيروح لأوضة الراجل الضخم،
وبيبدأ يضربه بس مش بيقدر عليه، فبيطلع سلاحه وبيبدأ يعوره في وشه وجسمه. وقبل ما يخلص عليه بيسأله هو عمل كده ليه، فبيكذب عليه وبيقول له إن باولو هو اللي حرضه. فبيخرج من عنده وهو مصدوم لأنه عارف إن باولو صاحب أبوه، وبيروح عنده علشان يقتله. بس أبوه بيكون هناك وبيقدر يكتفه، وبيتكلم مع باولو وبيقول له إنه عارف إنه كان عاوز يخلص منه. بس باولو بينده على الراجل الضخم وبيسأله لو كان قال له حاجة عن إيريك، فبيقول له إنه قال كده لما خاف يقتله. فبيشرح له باولو إنه إيريك مش مسجون عادي لأنه ابن بن، وبيقول له إنه يشوف له طريقة يتحول بيها من هنا بدل ما هو يقتله. وبيقعد باولو يتكلم مع إيريك وبيفهمه إن المشاكل ممكن تتحل بكذا طريقة غير الخناق، وإن لو حد ضايقه يجيله هو هيتصرف. وبيخرج من عنده إيريك وبيروح الجلسات وبيطلب منهم إنهم يعلموه إزاي ياخد نفسه ويتحكم في غضبه. وفي الجلسة التانية بيتعصبوا كلهم على بعض، بس إيريك بيقدر يسيطر على نفسه وبيوريهم إنه يقدر ما يتعصبش. بس بتدخل عليهم رئيسة السجن ومعاها سام، وبيقولوا لجون إنهم اتفقوا إن إيريك لو عمل أي مشكلة هيدخل السجن الانفرادي، وبتقول له إن إيريك سريع الغضب وإنهم لازم يعزلوه. فبيمشي إيريك معاهم من غير ما يعمل أي مشاكل. وتاني يوم وهو في طابور الأكل بيجيله أبوه علشان يلومه على اللي حصل، بس إيريك بيسيبه ويمشي وبيقول له إنه الشخص الوحيد اللي ما ينفعش يلومه علشان هو كان طول عمره في السجن وما شافوش وهو بيكبر. فبيتعصب عليه بن وبيضربه جامد، بس بعد كده بيعتذر له وبيقول له إنه مش عاوز يتعامل معاه كده. بس إيريك بيكون متضايق وبيقوم يضربه، وبتبدأ ما بينهم معركة عنيفة جدا. وبالرغم من إن بن كبير السجن بس إيريك بيقدر يهزمه. وبعد كده بيقوم بن وبيروح على أوضته، بس إيريك بيطلع وراه وبيحاول يستفزه علشان يكملوا ضرب في بعض لحد ما باولو بيقف قدام إيريك علشان يهديه. بس إيريك بيضربه وبيرميه من فوق السلم، وبينزل إيريك وهو بيتحدى أي حد يقف قصاده، وبينزل وراه بن وبيكملوا ضرب في بعض لحد ما بيجي الحراس. بس بن بيكون متعصب جدا وبيهدد الحراس إنهم يسيبوا ابنه علشان ما يقتلهمش وبيدخلوهم الحبس الانفرادي. وبيكون بن خايف جدا على إيريك علشان الحراس لما بيتضايقوا من حد بيشنقوه بحبل علشان تبان انتحار، وبيفضل يصرخ بصوت عالي علشان إيريك يرد عليه. ولما بيرد إيريك عليه يقول له إن مفيش حد هيقدر يعمل له حاجة. فبيفهم بن إنهم بيدبروا الحاجة. في الوقت ده بيكون سام مع باولو وبيقول له باولو إنه لازم يخلص على إيريك النهاردة بعد ما ضربه قدام المساجين، ومش بيقدر سام يرفض لأنه بيشتغل مع باولو في تجارة المخدرات. ساعتها بيكون سام عمال يزعق بصوت عالي لحد ما في حارس بيروح له وبيقول له سام إنه يفك له الكلبش علشان مش قادر يتحرك. ولما بيدخل يفك له إيده بيضربه على دماغه جامد وبيغمن عليه، وبيروح لأوضة باولو علشان يترجاه ما يعملش حاجة في ابنه. بس باولو بيقول له إنه زي أخوه ومستحيل يعمل كده في ابنه. في الوقت ده باولو بيطلع سكينة من تحت الترابيزة علشان يطعن بيها بن، بس بيعرف ياخدها منه. وهنا بيعترف له باولو إن سام عند ابنه دلوقتي علشان يخلصوا منه، وإنه لو اتحرك ممكن يلحقه. فبيتعصب بن جدا وبيطعن باولو وبيموته وبيجري على أوضة ابنه. في الوقت ده بيكون سام ومعاه 2 حراس في أوضة إيريك وبيضربوه جامد، وبعد كده بيلفوا الحبل حوالين رقبته. بس بيدخل عليهم بن وبيخلص على الحراس اللي مع سام وبيهددوا إنه يقطع الحبل أو هيموته. فبيقطع الحبل على طول وبيطلع سام وبيبلغ الرئيسة إن في محاولة انتحار فاشلة، وبينجح بن إنه ينقذ ابنه من الموت. وبيفضل إيريك يعيط في حضن أبوه علشان كان ممكن يموت بكل سهولة. وبعد كام يوم بيجي حارس لإيريك علشان سمحوله إنه يشوف أبوه قبل ما يرحلوه لسجن تاني، وبيروح معاهم بكل هدوء وبيكون زعلان لما بيشوف أبوه لآخر مرة، وبيوصيه بن إنه يبعد عن المشاكل علشان يخرج من نص المدة. وبيرجع إيريك لأوضته بعد ما بيوعد أبوه إنه هيتغير. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك في القناة. كان معكم محمد نوبي،